تعالوا اقول لكم على سر البانيه وطراوته وحلاوته، يطلع بالشكل الحلو ده ازاي، كراست من بره واللحم من جوه دايبه دوب. يلا بينا على الطريقه. هنحتاج بصلايه كبيره، عليهم معلقه فلفل اسمر صغننه، ومعلقه ملح صغيره، بشره نص جوز الطيب، بشر حبه حلوين يعني بتاع نص معلقه صغيره. جوز الطيب مهمه جدا 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 للبفتيك لانها بتديها طراوه مش طبيعيه. بعد كده نجيب شرايح البفتيك. لما تيجوا تطلبوا البفتيك من عند الجزار خلوه يرفعه خالص، ونفضل نقلب شرايح البفتيك مع التتبيله اللي عملناها كويس لغايه ما نحس ان النسيج بتاع البفتيك دخل كله في البصل. وبعد كده نسيبها اقل حاجه في التلاجة ساعتين، ويا ريت تبات في التلاجة ليله، عشان كل ما باتت كل ما البصل دوب النسيج وتغلغله احسن، فهيسويها اسرع واحسن. بعد كده هنبقى عايزين بيضتين عليهم حبة فلفل اسمر ونقلبهم كويس. وبعد كده نحط قطعة البفتيك في بيض الاول، وبعدين نرجعها للدقيق، وبعدين نحطها في البيض تاني، وبعدين نحطها على البقسماط. ده اللي بيدي الكراست الحلو، في نفس الوقت بيسيبها تستوي على مهلها في النار. نحطها ربع ساعة في الفريزر، وبعد كده نروح حاطينها في طاسة سخنة، الزيت بتاعها سخن، ننزل درجة الحرارة بالنص، يعني تبقى درجة حرارة متوسطة. تقريبا بتاخد في حدود 10 دقايق لربع ساعة، يعني 7 دقايق لكل جنب، وبتطلع مستوية ومظبوطة وتبقى دايبة جميلة جدا. وعشان كمان نتأكد ان استوت من جوه، نغرز بيها سباتولا او اي معلقة احنا بنقلب بيها، نتأكد انها استوت. بس هي هتكون استوت، يعني البفتيك ما بياخدش كتير قوي على النار اصلا، وهتطلع في الاخر بالشكل ده. شايفين بتتقطع بسهولة ازاي من غير مجهود خالص. استوت تمام، وفي نفس الوقت في كراست حلوة من بره. بص مستوية وحلوة ازاي من جوه. لما تجربوها بطريقتي بقى قولولي ايه رأيكم فيها، وبالهنا والشفا. متنسوش تعملوا لي سبسكرايب.